ماشي، بسم الله. كده انت لايف على الصفحة الرسمية لشباب أبو طه. طبعا انت شفت اللوجو بتاع البرنامج اللي هنعمله، اه، شوف. اللي هو ايه؟ الكورة مع محمد البرنس. هنتكلم عن ايه بقى؟ ان شاء الله منتخب مصر نتكلم على منتخب مصر ومشواره في كأس العالم إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. ايه رأيك مع منتخب مصر مع كابتن حسام الفترة اللي فاتت دي؟ والله أنا شايف إن الكابتن بأفريقيا بالماتشات الودية لحد ماتش البرازيل، ايه رأيك؟ منتخب مصر برضه في أفريقيا بالنسبة لي، يعني هو يعني ما عملش يعني حاجة، ما وصلش لبعيد يعني. خرج بدري لأن منتخب مصر في أفريقيا المفروض يوصل للنهائي ويلعب على البطولة يعني. هو ما وصلش للمكانة دي يعني يا كابتن. اه. أنا شايف يعني إن مستواه يعني كان دايما بيلعب دفاعيا طوال البطولة. وبالنسبة لمنتخبات أفريقيا مش قوية أوي يعني زي ما أنت فاهم، يعني عشان تدافع قدام بالأسلوب دي يعني. ايوه. أتمنى اللي هو يعني ما يبقاش كل همه الدفاع 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 يعني. بس هو مثلا جه في ماتش بعد بطولة افريقيا، جه ماتش السعودية لعبوا حلو، اسبانيا لعبوا حلو. كنا بنلعب مين؟ روسيا. روسيا لأن ما أنا عاوز أقول لك حاجة برضه. لعبنا ماتش روسيا حلو. ما هي دي ماتشات ودية مش ماتشات رسمية. الحماس والشغف في الماتشات الرسمية غير الماتشات الودية. يعني انت مثلا شايف ان احنا ممكن ما نعملش حاجه في كاس العالم؟ والله بص، الطبيعي ان منتخب مصر هيخرج من دور المجموعات. امم. ممكن بقى يكون في مثلا مفاجأة كده ولا حاجة ونصعد للدور الثاني. كل شيء جاهز في كرة القدم. طب منتخب مصر يعدي من الدور الاول في كاس العالم؟ اتمنى. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم. شفتنا على اللايف ولا لسه؟ اه يا معلم. انت ايه رايك في عامل ايه؟ كلام ابو رضا؟ لا المنتخب الفترة اللي فاتت شكله أحسن. مش اه. مش وحش حتى لما طلع من بطولة أفريقيا. اه. هو كان عاوز يدافع بس اللعيبة نفسها هي اللي رجعت قوي. هو حتى لما ضغطنا آخر 5 دقايق لما الجون دخل فينا في السنغال، لا كان شكلنا كويس. وهو الفترة اللي فاتت حتى مع المنتخب شكل المنتخب كويس. حتى لما خسرنا من البرازيل في سوء تمركز من اللعيبه، بس دي بسبب مش سبب مدرب، بسبب اللعيبه والاجهاد. فاهم انت؟ ففي بيبقى اللي انت مثلا ايه مش مركز في فتره ممكن تتخطف فيها. فاهم؟ يعني امم. حتى لو لعبت 3 5 2 4 4 2 حتى ممكن تغلط في الحاجات دي، بيبقى سوء تمركز. بس هو الفتره اللي فاتت لا المنتخب كويس مش وحش. لا عاوز اعلق عليه في حاجة برضه. قول. هو بقول لك منتخب كويس، ده كله بيلعب بشبر بس. ازاي دي يعني؟ لا بس هو شبر فعلا كويس. يعني حتى انا الجون اللي انا احنا كنت لسه جبناه جون بقول له خطأ يعني. مثلا بعد بطوله مم. افريقيا لعبنا مم. مثلا ماتش اسبانيا كويس، ماتش السعوديه كويس، كويس. روسيا والبرازيل كويس، البرازيل والبرازيل لعبته كويس برضه، مش ايوه وحش. مش وحش، ايوه مش وحش، انت دي برضه حقيقه. بتلعب افضل كواليتي يعني. دي حقيقه، دي حقيقه. طب طب. فهو مش هل ممكن عشان خاطر حسام ما خدش مصطفى محمد فهو ابو رضا زعلان؟ بص كل انا واحد من الناس زعلان ان مصطفى محمد ما اتخذش، بس دي مش كلنا عشان هو زعلانين بس هنتكلم بنتكلم كوره. هو مش عشان ما خدش واحد فنقول احنا كلام غلط. لا لا احنا نقول طبعا لا. الكلام اللي احنا شايفينه. اه. لا انا شايف ان هم في يعني هو منتخب شايف ان كويس، المنتخب مش كويس وحش يعني. لحد ما. مش وحش يعني. مثلا لما تيجي تدي مثلا درجه في الكام ماتش اللي انت قلت عليهم، لا تديهم 6 و7 كمان. يعني منتخب المنتخب كويس. عاجبك يا تونسي؟ ايوه نعم. ايوه. المنتخب عجبك؟ انا بقول لك تديله يعني بص انا ما الاداء عاجبك بقولكش. بتاع المنتخب انا لما ما يكون في فرقه بقولكش ما 11 بقولكش نفس 11 لاعب المنتخب. بيدافعوا قدام البرازيل، بتلاعب مصطفى شوبير. لولا مصطفى شوبير كنت هرت بفضيحه 5 ماشي 6 ماشي. 0. عمال تقول كل لي ده ماشي، عمال كويس. تقول لي اداء حلو ازاي يعني. اسمع له بقى، انت اسمع. دلوقتي انت دلوقتي مثلا ما بتلاعب ليفل اعلى منك، لازم تحط الحاجات دي في اعتبارات في دماغك. اللي انت لازم تقفل مساحات، عشان انت لو فتحت مساحات هيبقى في هتغلب سكور. كتير. امم. دي بالنسبه فانت هي كره امكانيات، دي الكره بالنسبه امكانيات. دي انت بالنسبه دلوقتي دي لما الزمالك مثلا لما الزمالك بيلاعب فرقه زي المحله، زي اي فرقه من اللي هي مثلا في اخر الجدول، مش امم. بينزلوا يقفلوا ليه؟ عشان الامكانيات بتاعت الفرقه هنا احسن من الفرقه هنا، فلازم بيقابلك على اساس يعمل كونتر اتاك او هجمه مرتده، علشان هو امكانياته كده. انت برضه لما تروح تلعب الناس دي لازم تلعب على قد امكانياتك. ماشي. فحتى انت معلش يعني كوبر جه مسكك كان كده، كروش كان جه مسكك كان ما هي كده. دي كل بالنسبه. الناس عارفه اللي انت امكانياتك اللي انت وكروش تدافع لا. وتعمل هجمه مرتده. ماشي. ومش في كل المطوشه، مش كل المطوشه. انت في مطوشه انت هتبقى مستحوذ فيها. انت مثلا التصفيات لا انت كنت عملت مطوشه كويسه فيها، انت كنت مستحوذ وكنت بتهاجم وضيعت حاجات. ماشي.
قصه ان انت تدافع، تدافع عشان انت لو فتحت مش معلش يعني، انت لو فتحت قدام بلجيكا هتلاقي فتحت قدام اسبانيا هتلاقي حاجه تانية خالص، هتلاقي هجمات من كل حته، عشان الناس امال دي عارفه هم ايه؟ بيلعبوا مساحات ضيقه، اما يلاقوا مساحه كبيره لا هيعملوا كل حاجه. يعني انت ماسك في ماتش، هو دلوقتي البرنس قال لك على منتخب مصر في افريقيا، في الماتشات بتاعه تصفيات كاس العالم، في الماتشات مم. الوديه بتاعه المونديال، اللي هي اه. اللي هي استعدادات للمونديال يعني. ليه اللي مم. جبت ماتش البرازيل بس، وماتش اللي هم الفرقتين اللي هم ما انا الماتشين قلت اللي هم لك الوديه؟ تصفيات، طب ما انا في لسه قايل لك افريقيا، تصفيات اسمعني كاس بس العالم. للاخر، اسمعني. لما انت في كاس ماشي. كنت بتلعب بالفرق في مستواك او اقل منك، كنت برضه بنفس اسلوبك، ما كانش اسلوبك بيتغير، بتدافع وبتلعب على المرتدات. وديفار لا ديت يعني اعلى منك مستحيل يعني، كمنتخب مصر يعني. بنين دي اعلى لا منك مستحيل. السنغال اقول دي لك اعلى على سؤال منك. بس. ما دي لا، كلها هي دي كوت كلها ديفوار اعلى فرق منك. دي ايه. السنغال اعلى منك يعني. بس كوت. مفيش فارق عالي قوي يعني، قريبه يعني، طب مش فوارق اسمعني 100% بص. يعني. بص يعني انت بص مثلا بينك انت وبينها حاجات انت هو مثلا 100%، الدوري انت مثلا الفرنسي. 80%. بص يا احمد، الدوري الفرنسي ولا الدوري المصري؟ الفرنسي. الفرنسي صح طبعا. كده. كوت ديفوار مثلا بنسبه 50% من الدوري الفرنسي والدوري البلجيكي والدوري معظم اللعيبه الالماني، بتاعتها هناك. فانا قصدي ايه، هم عندهم معدلات الجري والبدني بيبقى اقوى منك، وعندهم بانيين سيستم، هو طالعين من افريقيا وهم 16 سنه و15 سنه، فعندهم سيستم وبانيين عليه. مش فما مبرر تيجي ده يا اما تونسي، بيرجعوا لان يلعبوك انت الجيل بتلعب بتاع بليفل حسن بتاع شحاته، الدوري الجيل المصري بتاع وبطوله حسن افريقيا. شحاته اديله كان فرصه. كل الفرق، كان كل المنتخبات اللي كانت بتلعبها كانوا كلهم محترفين. بص يا صامويل احمد، ايتو ودروجبا ما ويايا توريه، كان الفرقه دي كلها محترفه من بره، وكنا بنجيبهم بص بالاربعات والخمسات. انت بتبرر ماشي لهم يعني صح ولا ايه كده. يا تونسي؟ اول حاجه المنتخب، اول حاجه المنتخب اللي انت بتقول عليه ده صعب اللي هو يجي زيه. ليه؟ كان في كل حته في كل مركز في واحد اثنين ثلاثه، وكان في لعيبه كوره كتير قوي. اما في لعيبه الكوره دلوقتي برضه يا تونسي لدرجه ان انا برضه. اقول لك انت حازم عندك امام لعيبه في جامده والله في 2006. منتخب مصر. طب ما تخلص كلام قول لي. كلام لا مظبوط. كمل انت كمل. ما انت ماشي. كل ما يجي يتكلم بتقطعه. انا برد عليه نقطه بنقطه عشان بس ما لا ما انساهاش. تنساهاش ايه، ما عادي سيبه هو يقول كلام وانت قول كلامك. ماشي خليك. في البطولات ضحكوا اللي انت الناس بتقول معانا علينا بقى على اللايف. هو اصلا مفيش حد بيتفرج علينا بس يلا. في المدوشه اللي انت بتقول او البطولات اللي انت بتقول عليها دي، احنا جالنا جيل محظوظين ان احنا يجي لنا جيل من مثلا بتاع 98 على احمد حسن والحضري، وبعد وياسر كده رضوان بتاع. ومصطفى لا، وطارق مصطفى وحسام يعني حسن انا وحازم قصدي امام. مثلا الناس دي قعدت لحد مثلا 2006، جيب في معاك احمد فتحي ومعاك محمد شوقي ومعاك يعني وابو تريكه، فاهم انت؟ من كل فتره معاك ناس جايب كواليتي، وغير غير اللي احنا بنقول عليه ده، ان انت في كل مركز في واحد واثنين وثلاثه. يعني لو احمد فتحي مش موجود، في احمد المحمدي موجود. لو الباك ليفت سيد معوض، بتلاقي الواد اسمه ايه، اللي هو كان بتاع الاهلي وراح الاسماعيلي، احمد سمير فرج. ماشي، في طارق السيد موجود في 2006. فشوف الكواليتي، محمد عبد الوهاب، الله يرحمه. فاهم؟ فشوف انا بقول لك كواليتي، بص في نص الملعب حسني عبد رب، محمد شوقي، حسن احمد مصطفى. حسن، ابو تريكه، حسن مصطفى. شوف انا بقول لك بقى، شوف كل ده، وحازم امام في 2006 ما انضمش. فاهمني ان حازم امام كان طبعا ساعتها عملاق، وهو كانت الناس بتنتقده اللي هو ما انضمش. شوف قدام الكلام، انا فعلا اقول لك 3 راس حربه، ميدو وعمرو زكي ومتعب وعبد الحليم علي. كان بديل ليه. فصعب اللي انت تلاقي جيل زي ده يا احمد تاني. ماشي، هم ماشي محليين وكل حاجه، بس كانوا متفاهمين لاقصى درجه. ماشي، وهي الكوره مش في الملعب بس، الكوره بقى حتى مثلا ايه، بالعرق. الناس خايفه على بعض اكتر حاجه. يعني انت الزمالك وفقوا السنه دي عشان الناس كانت خايفه على بعض اكتر حاجه. المنتخب ساعتها كانوا الناس بتخاف على بعض، وعزيمه واصرار. لا تيجي للمطوشه اللي انت بتقول عليها، اللي هم خدوا كسبنا كوت ديفوار وكسبنا الكاميرون وكسبنا في كور الحضري كان بيطلعها، لو كانت دخلت النتيجه تتغير خالص. صح ولا مش صح؟ ده توفيق من عند ربنا، بيلازمك. بس هل المنتخبات دلوقتي يا تونسي بتاعت افريقيا مش دلوقتي اقوى من المنتخبات اللي كانت موجوده الاول؟ لا، مش اقوى من بتاع زمان، لا. يعني بس انا بقول لك هو يعني انت ما تيجي تبص لبطوله افريقيا اللي حسام حسن لعبها، ماشي، انا ما بقولكش كان احسن حاجه، بس لما اجي العب ماتش السنغال، هو ده اسوأ ماتش لحسام حسن، ماتش السنغال او المنتخب، ماتش السنغال، عشان دافع قوي واستنى لحد ما دخل في جون، وبعد كده بدا كل الماتشات برضك والله يا تونسي كان المنتخب بيكسب بالعافيه وبالزق. بس مش للدرجه، المستوى ما كانش حلو بس مش للدرجه. هو اسوأ ماتش فعلا ماتش السنغال، بس كل الماتشات ما كانتش احسن حاجه يعني يا تونسي.
ما انا بقول لك المستوى ما كانش حلو بس مش للدرجه، ماشي. وبعدين انت في البطولات المجمعه احنا بنقول الدنيا بتتطور، لا هو اكيد كل مدرب اكيد ليه غلطات يعني، ماشي. هو اكيد بيعمل حاجات غلط، في حاجات اتعملت في بطوله افريقيا غلط. نيجي بقى احنا بنتكلم على الفتره اللي موجوده، هو انت مش حاسس ان في تطور؟ لا كلنا شايفين، حاسس بتطور. مثلا حتى السوشيال ميديا كلها بتقول لك ايه، اللعيبه بتلعب في المنتخب، لعيبه الاهلي بتلعب في المنتخب بتلعب احسن ما بتلعب في الاهلي. فلا في تطور اللي الناس بتلاقي مثلا امام، بتلاقي في شكل. يعني هو في منتخب احنا بنلعب البرازيل غير خطه. انا بحب المدرب اللي يغير خطه في الملعب حسب اجراءات الملعب. لعب 4 وبعد كده لعب 3 وبعد كده رجع ل4 تاني حسب مجريات الماتش هو عمل. انا بحب كده على فكره، اللي انت تبقى قاري الملعب ايه المفروض تعمل ايه، مع ان الاجوان اللي دخلت فينا سوء تمركز. يعني محمد عبد المنعم الجون الثاني المفروض هو يروح يغطي، يكون يقابل انريك على طول، ماشي. لا سوء تمركز. هو لعب بخطه بس هي ده سوء تمركز. انت المفروض هتلعب بالعرض، انت بتروح تقابل في واحد بيقابل ياسر ابراهيم، بيقابل الراجل اللي يلعب بالعرض وكان حمدي فتحي في النص، ومفروض انت يا محمد عبد المنعم انت اللي بتقرب للراجل الفيروي. ده سوء تمركز، ده مش مدرب هيقول له اعمل ايه. انا بقول لك وانت مدرب وانت لعيب كبير طبعا المفروض تروح عارف انت هتعمل ايه. فما اجي اقول لك لا المستوى بيتطور، لا المستوى بيتطور، ماشي. مش حاجه وحشه يعني. اصل هو بيجادل على الفاضي. انا كنت لسه قبل ما انت تخش دلوقتي معانا في مكالمه بقول له الاداء بعد بطوله افريقيا اتحسن جامد قوي. لعبنا ماتش السعوديه مع ماتش اسبانيا مع ماتش روسيا بعد ماتش البرازيل. ايوه عاملين اداء يعني الشكل انا حسيت ان هو مختلف تماما. بص يا رو، انا مش قايل لك، انا مش حابب، مش عاوزين بس نقول الكلام قدام الناس على اللايف. انا مش مقتنع بحسام حسن، بس لما اشوف حاجه بتتعمل لا اقول عليها. فاهم؟ نتكلم كوره، مش عشان ما بحب وبكره فاهم انا اقول لا ده وحش. لا ما ينفعش اقول كده. انا ما قلتش حسام وحش ولا الكلام ده، انا مش عاجبني طريقه لعبه بس مش اكتر. هو بيحب ويكره، طريقه لعبه واحده كلها ما بيغيرش. قدام بنين زي قدام كوت ديفوار زي قدام السنغال زي قدام البرازيل، عشان الكواليتي بتاعك مش عاليه. هو بص يا احمد، انت الفرده بتاعتك في المنتخب مش محمد صلاح، الواد مرموش، ماشي. بس يكلموه في ودنه كده، مش كل كره ياخدها ويجري. يعني هو بيلعب فرد جامد قوي. انا شويه ود خلي بالك يعني ممكن ايه المدافعين يبقى في واحد ورا بعض وياخد الكره ويجري. بتتكلم على يعني من افضل اللعيبه. ايوه ماشي، هو واد فعلا. واد ايه؟ ماشي يا عم، هي اكبر منه بقد ايه؟ انا بقول له واد عادي. لا اصل مثلا مدحت شلبي بيقعد يقول الولد اللي مش عارف ايه، هو راجل كبير عاد. خلاص كابتن هاني سعيد ايه؟ بقول له عمر مش كده كتابه؟ بقول له بقول له دخل ولا لسه؟ يا عم ده ناس فاهم عايزه ما بيطلعش غلط. بقول له ما اعرفش، بقول يا رب ما يكونش دخل عشان ما يتعبش. هاني سعيد الكسف اصلا. ما هو سؤال غريب بصراحه. بقول له دخل ولا لسه؟ طب هنعمل ايه؟ احنا هنلعب بلجيكا، يعني انت وجهه نظرك بالاداء اللي هو اللي فات ده بعد بطوله افريقيا؟ لو هناخدها تاريخيا احنا دايما مع المنتخبات الكبيره اللي عندها كواليتي. ما انت ممكن بلجيكا مش منتخب كبير بس الفتره دي منتخب عنده كواليتي عالي، بنعرف نعمل ماتش قدامها. لا مش منتخب كبير من ناحيه ايه؟ يعني اللي بتكلم على اسامي اللعيبه اللي موجوده حاليا اللي عنده. انما بلجيكا مثلا مش هقول لك زي فرنسا، مش هقول لك مش تاريخي يعني، مش منتخب تاريخي يعني. مش انا بقول لك بس هو دلوقتي عنده جيل كويس. فانا بقول عشان هم عندهم جيل كويس احنا ممكن نعمل ماتش قدامهم. مش هقول لك نكسب ولا نخسر، بس انا بقول لك ممكن نعمل ماتش قدامهم. تلعب ماتش جامد. الماتشين التانيين صعبين جدا عشان انت ممكن تكون زيهم او هم اعلى منك سيكا، فيبقى هو العامل البدني هيبقى فارق برضه. يعني هنعمل ايه في الماتش يعني؟ ماتش بلجيكا؟ انا اللي بسال. هو قال توقعه، فانت توقعك انت ايه؟ انا توقعي هندافع طول الماتش وهنخسر. هندافع يعني مش هنلعب مباراه حلوه يعني؟ مش هنعمل مباراه حلوه. هو احمد زعلان عشان خاطر مصطفى محمد ما راحش. لا انا بقول هنعمل ماتش حلو بس هنخسر. هنعمل ماتش كويس بس هنخسر. هو ماتش وحش وهنخسر، وانت ماتش حلو بس هنخسر. يعني برضه احنا رايحين لاتجاه ان احنا هنخسر. هي بص هتلاقينا بنتكلم اول الكلام قلنا اللي هي الكره امكانيات، وهي الامكانيات هم اعلى مننا، قدراتهم عاليه. نيجي نتكلم صح. مش هنقول انت شفت الكره بتاعت فينيسيوس لما فرق كده مثلا عن فتوح؟ شفت انت بقى هم دول اللي فارقين عننا بيهم فعلا. مع اني اقول لك على حاجه، مع ان الناس معلش يا فاروق خلينا نتكلم في النقطه دي. ما هو مش بتاعت فتوح، انا فاهم قصدي. طب لا انا هقول لك انا على حاجه، لا مش قصه بتاعت فتوح. بص يا فتوح، مش انا عمال بقول لك فتوح ما بيقدرش يجري وما بيقدرش
اقسم بالله اقسم بالله فتوح لعيب كرة جامد قوي في الكرة دي. فتوح فضل يجري على قد ما هو بيجري مش مخلي فينيسيوس عارف الكسره اللي هي بتبقى اليمين دي، عارف اللي هو الكسره دي عشان يعرف يحط في البعيده، لا خلاه فضل يجري لحد ما اتزنق قدام مصطفى شوبير وغمزها، ما ادالوش اللي هو يقطم يمين شويه عشان يحطها في البعيده صح برضه فخلاها. لا بقى انا عاوز اقول بس حاجه لمصطفى، عاوز اقول حاجه بس يا فاروق، فينيسيوس لو كان قطم يمين كده شويه كان فتوح هيقطع. القعده لحساب ما ياخدها لحسابه كمان. ها فينيسيوس لو قطم يمين شويه كان فتوح هيقطع، فهو فضل بيجري معاه على انت ما تعملش كده عشان ما تحطش في البعيده. خلاها فكر واحد، ما خلوش فكر اللي هو تجري في مسار مستقيم، ما تاخدش يمين شويه عشان ما تحطش في البعيده. فانا بقول هو عوض اللي هو مش سريع باللي هو خلاه جري في خط مستقيم. ماشي. انت كنت عاوز تقول ايه؟ كنت عاوز اشوف بس عاوز اتكلم بس عن مصطفى شوبير. عمل مباراه يعني لولا مصطفى شوبير في مباراه البرازيل كنا خسرنا 5-6. ايوه صح كلامك صح. وعاوز انصح بس حسام حسن في ماتش بلجيكا بقى، يعني المفروض اللي هو يلعب على الهجمات المرتده، ان هو يدافع كويس، هو يلعب كده ويمنع نص الملعب ويعمل زحمه نص الملعب، لان بلجيكا ده عندها في نص الملعب دي بروين والعيال ديت هي الجامده جدا. هو منتخب تقيل برضه، خصوصا تقيل علينا فهو بقى قفل كويس ورا ويلعب يلعب مرموش. محمد صلاح يلعب من غير مهاجم في الماتش ده ويزود لعيبه في نص الملعب. ماشي. عشان المغرب بقى هيأذن نقول شكرا النهارده كده، وان شاء الله هنكمل كل يوم كده برضه، نطلع باذن الله نتكلم عن المنتخب. ماشي يا كابتن. ماشي تسلم يا كابتن، مع السلامه. ننهي بقى. عاوز تقول حاجه انت بقى؟ انا قفلت لك، انت عمال تقول واخد الليله، انا قفلت ضحكت عليه عشان نطلع احنا نتكلم براحتنا. يلا منتخب مصر ان شاء الله يعدي الدور الاول ولا مش هيعدي؟ اتمنى التوفيق لمنتخب مصر. انا راجل وطني ومصري وابن مصر وكل مصر الله عليك ان شاء الله يعني نعدي الدور الاولاني ان شاء الله. مش حاسس انت ايه